بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مساء الخير عليكم أحباباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم واحد الوصفة ولا أروع. يعني هي عبارة عن عصير، وهذا العصير هو مركز تاع الجزر والقرع الأحمر. كما راكم تشوفوا هنا جبت كونتيتي، يعني حوالي 4 كيلوغرام من الجزر. إذا قطع يعني نصف حبة تقريبا. كان اللي يقولها كابوية، كان اللي يقولها قرع أحمر، كان اللي يقولها الكوابه صديبو على حسب المناطق. هملا نجيب هذه لا كونتيتي كنت دايرتها في الكونجيلاتور، جبتها بور لو مومون. كي طيب الجزر تاعنا يعني نعرفوا باللي دخلها نص طياب ولا تقريبا الطيب، يعني نجيبوا هذاك القرع الاحمر عفوا، ونضيفوه ليها ونخلوه يطيب، لاخاطرش ما يديش الوقت بزاف. اذا كما راكم تشوفوا نخلوها. احنا كنا نقينا هذاك الجزر ونقينا هذاك القرع، هذاك الماء اللي طيب فيه هو اللي نميكسو فيه هذا، يعني نميكسو فيه هذا زوج مواد نتاوعنا، نديرهم كيما شفتوا في الطاجين ولا في الكاسرول ولا سا ديبون. يعني هنا عندي لا كونتيتي كانت كبيره بزاف. اذا بعد اللي بقى كان فيه بقى لي واحد العصاره تاع الماء هكذا تاعها. اذا راني نميكسي فيه، هنا تجيبي ميكسور ولا اشواغ ولا سا ديبون الحاجه اللي عندك، حتى ولو ما عندكش يعني قادره بالفرشات ولا هذيك الاله اللي نميكسو بها هكذا البطاطا ولا حاجه. اذا يعني هي سهله مهله ونسهلوا لربحنا. وهذا الجزر يعني ولا هذا العصير ما عندي ما نحكي لكم عليه، حتى انه هذاك القرع الاحمر يعني يقول لك مليح للذكاء، مليح للذاكره، مليح للنظر، مليح. هو والجزر ما كاش كيفهم. يعني حتى سيدنا يونس عليه السلام كي كان في البحر واوحى ليه سبحانه وتعالى، يعني الدعاء اللي قالوا ومن بعد خرج من بطن الحوت، الحاجه اللي خلته اشد قوه يعني في الجسم نتاعو وما ضعفش في الجسم نتاعو، يعني من حيث القوة. يعني كان يعتمد على، يعني كان الغذاء نتاعو الوحيد والأوحد هو اليقطين، سموه باللغة الفصحى اليقطين، ولا القرع الأحمر كما قلت لكم، ولا الكابوية في بعض المناطق. هما لا نحكموا كما راكم تشوفوا هذه الكمية أمامنا، نميكسوها بيان، يعني ترجع كما لا بيوري المحودة. إذا وتكون ثقيلة. هنا بعد اللي نميكسوها مليح، وفي نفس الماء اللي غلت فيه ما نرموش وما نصفوش، لاخاطرش الفوائد نتاعها كامله يا راهي موجوده في هذاك الماء اللي نميكسوها فيه. نجيبو نديرها في كيما راكم تشوفوا في اناء يكون غامق، ونديروها في الفريجيدير تحت. اذا تبات ليله كامله. هنا كون ضفتيها يعني هي من المفروض نديروها بالعسل الحر. لا ما عندكش العسل الحر، بمعنى ما تضيفيش فيها السكر ماهوش مليح، ولكن انا الرجال كاين اللي هنا في البيت ياكلها ما يقدروش يعني يشربوه صامت، درت فيه السكر، ما كاش عندي موجود العسل. وبالنسبه للكونتيتي تاعي بمعنى خليتها جانبا نشربوا صامت. اذا كما راكم تشوفوا هنا المركز راه ثقيل، داير كما قلت لكم كما لا بيوري. علاه درتو هكذا ثقيل؟ لاخاطرش من بعد حنايا كما راكم تلاحظوا هنا، كما قلت لكم بعد اللي بقى ليله كامله هكذا كي يعقاد لنا وهذاك السكر يذوب كما ينبغي، نجيب لهنايا اكياس تاعكم نخلطوه مليح كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجيبوا الاكياس تاع الكونجيلاسيون ونعمروه فيها على حسب لا كونتيتي تاع العائله نتاعكم، على افراد العائله نتاعكم، كل واحد وشي يعني كيفاش يكونجلي. هنا كما قلت لكم تجيبي إناء يكون غامق كما هنا عندي هذا تاع الميكسر، ندير فيه الساشي باش تسهل لنا المأمورية ولا يسهل لنا العمل. عفوا قلت لكم المأمورية رانا راح ندخلوا الحرب. المهم نجيبوا هذا الكيس، هنا نحاولوا يعني نديروه في العمق نتاع الإناء هذا. اذا بلا لوش كيما راكم تشوفوا هنايا نحاول نسويه باش نعمر فيه هذاك المركز. هذا مركز يعني كيما قلت لكم القرع الاحمر والجزر اللي ما التحقش يعني باكرا. المهم وهنا هذا المركز آه يعني كيما قلت لكم صحي 100%. وحتى انه في المطاعم اللي فخمه يعني يستعملوه يعني الثمن تاعو ماهوش رخيص، لخاطرش فيه فوائد عظيمه. وهنا يا حبذا
يعني نديروه بالعسل، العسل الحر. ما عندكمش العسل الحر، قادرة إحنا كبار يعني نشربوه هكذاك، وحا كي يكونوا ذراري صغار ولا بطبيعة الحال باش يشربوه، يعني نضيفوا كمية من السكر، ولو أنه لا أنصح بالسكر هذاك. إذا هي المضرة نتاعو أكثر من المنفعة نتاعو، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الأبيضين، بمعنى الملح كي يسموه السكر. المهم كيما راكم تشوفوا هنا نديروه في لي ساشي هذو، على حسب الكمية قادرة ديري بيه غير هذا، يعني قادرة بيه ديري بيه بزاف العصير. هنا راكم تشوفوا بعد اللي تكونجلت لنا هذيك لي ساشي تكونجلاو كامل، هاني جبتهم هنا باش نوريكم. ما درتش النموذج هنا تاع العصير قدامكم، بصح انتم هنا هذه كمية دلكم تقريبا شهر. ضيفي البنان الكمية، ضيفي التشينا، ضيفي الليمون، ضيفي نكهات تختلف، النكهة تاع أي عصير ضيفي، عفوا تاع الفواكه، هذا العصير اللي فخاز، يعني كل ساشي تديها ديري تقريبا نصف منها، ديري حتى 2 لتر يجي، لا خاطرش راه مركز هنا. تغيروا فقط في النكهة على حسب الفاكهة اللي عندكم، مشمش، بانان، تفاح، ليمون، برتقال، يعني ما كاش كيما هو. ان شاء الله يكون هذا بمعنى الفيديو عجبكم هنايا، ما تنسونيش بالدعم، ما تنسونيش بالإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.